الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يوم جديد من برنامجكم هدف وملخص. النهاردة هنتكلم على النادي المصري ومباراة النادي الأهلي. طبعا كلنا شفنا المهزلة التحكيمية، وده مش جديد طبعا على الحكام اللي بيرشحوا اتحاد الكورة المباريات الهامة، المباريات المحترمة، المباريات القوية، بيجيبوا حكم هزيل زي الحكم اللي كان موجود. حكم ما يحكمش في دورات رمضانية. فأنا أتمنى الناس اللي ماسكة اتحاد الكورة اللي هم يحترموا جمهور النادي المصري ويحترموا جميع الجماهير بتاعت مصر. لو انتم حاطين الدوري والكاس للأهلي، خلاص قولوا للأندية كلها مفيش داعي ان انت تتعب، مفيش داعي ان انت تشتري لعيبه وتجيب لعيبه وتجهز لعيبه عشان تجيب بطوله او تلعب في الدوري العام. فالبطوله محسومه للاهلي او للزمالك. انا مش عارف هو حرام اصلا، حرام يعني الاهلي يخسر او حرام الزمالك يخسر؟ ليه اصلا بتعملوا كده مع الانديه؟ ليه مع بقيه الانديه بتعملوا كده؟ ليه حكم زي ده ما صدقوني والله العظيم ما يحكم في دورة رمضانية، ما يحكم يعني جرية الحكم وضربة الجزاء اللي ممكن يعني مش ممكن 100% ما تتحسبش ضربة جزاء. منافسة على الكورة عادية جدا. ده الشحات ماسك ايد اللاعب الياس، والياس بيسند ايده ماسك التيشيرت، فالتاني وقع ومثل اللي هو وقع فالحكم جريته حتى لو ما وقعش، الحكم جريته تقول اللي هو عاوز يحسب ضربة جزاء. يعني كأن زمان فعلا والله هو في مصر عامة، الموضوع ده كله في مصر من ايام ما كنا بنلعب كوره. كان الحكم يقول للاعب ارمي نفسك انت بس في منطقه الجزاء ومالكش دعوه، ارمي نفسك في منطقه الجزاء ومالكش دعوه. كان بتتعمل لانديه كتير، وانا بتكلم على انديه الكبرى. فانا بقول يعني حرام اتقوا الله. الجمهور ما يستحقش كده، وما يستحقش النادي المصري يتغلب. النادي المصري استعد كويس، وكان ماتش كويس، وكان ند بند، وكان عامل مباراة فوق الخيال. في جون حسبه اوفسايد برضو، ما يتحسبش اوفسايد. قال لك اللي فيه دبش متداخل، ودبش اصلا طوبة، يعني ما يعني مش عارف هو اصلا تدخل ازاي والكرة بعيدة عنه. فقال لك متداخل مع الحارس، طبعا تمثيلية عاملينها الحكام وعاملينها الفار. انت دلوقتي بتعمل الفار ليه؟ عشان الحيادية والمصداقية بين الحكام وتجيب حق الأندية. انت كده بتنحاز لنادي واحد، هو النادي الأهلي طبعا. فانا لو انت مظبط الكاس ومظبط الدوري اللي الاهلي ما يتغلبش وهو اللي ياخد الدوري والكاس، فحرام على بقيه الانديه اللي هي تتعب وتشتغل على نفسها وتلعب في الدوري العام. كل العالم اجمعوا اللي المصري يستحق الفوز، والكره مش اوفسايد والكره مش بلانتي. المحللين والقنوات اللي تبع النادي الاهلي اللي بره قناه النادي الاهلي بتقول الكوره اللي ده مش متداخل والكوره اوفسايد ضربه جزاء صحيحه. محلل في اون سبورت الكابتن عمرو الدسوقي، اتمنى كابتن، انا عارف اللي ده لقمة عيشك وانت مش قادر تتكلم، وممكن بتتكلم من تحت لتحت وبتقول الحكم ظلمنا، مش الحكم ظلمنا، وبتقولها غصب عنك لانك خايف ان انت تمشي من القناه، او خايف ان انت ما تشتغلش في القناه. فانا بقول لك الارزاق ده بايد ربنا سبحانه وتعالى. فانت قول كلمه الحق وسيبها لله. فانت قاعد مع ناس يعتبروا كلهم من النادي الاهلي وكلهم من نادي الزمالك، فمش عاوز لا النادي المصري يكسب ولا الاتحاد يكسب ولا اي نادي في الدوري المصري يكسب الا النادي بتاعهم. فاتمنى من
ان اتحاد الكوره ده كده عار على مصر، اللي انت بتتحايد مع فريق بس وبتسيب بقيه الانديه. اتمنى يكون في حياديه واتمنى يكون العدل. فعشان كده اللي الواحد بيبقى قرفان جدا جدا وهو بيتفرج على ماتش في الدوري المصري على اساس المهازل اللي بتحصل فيه. والف الف الف مبروك طبعا للنادي المصري على الاداء الرائع مع الكابتن علي ماهر، مع اني انا كنت ضد رجوعه، واتمنى يمشي على نفس النمط، نمط الرجوله، النمط اللي انت تبقى راجل في الملعب. واتمنى كان يكون موجود هو في كاس الرابطه، كنا زماننا خدنا كاس الرابطه وفرحنا جماهير بورسعيد بالاداء ده، عشان هم اللعيبه اللي لعبوا في كاس الرابطه واتغلبوا، هم اللعيبه اللي لعبوا قدام الاهلي وظهروا مظهر رائع. الفراوده ظهروا، الباكات ظهروا، البساكين، التغييرات كانت اعلى مستوى، مع ان مفيش تغييرات كتير بس كان برضو التغييرات كانت في محلها. فانا برفع الضحيه للكابتن علي ماهر، وبرضو بقول لك مع اني ما كنتش مقتنع اللي هو يرجع تاني، واتمنى يمشي على النمط ده. واتمنى الجمهور المصري صفحه واتقفلت، بس انت معاك فريق محترم. واتمنى من الكابتن او مستر كامل ابو علي اللي هو يدعم صفوف الفريق بشباب، ويبعد عن المسنين، ويبعد عن اللعيب اللي يقول لك ده لعيب تقيل ولاعيب كبير ولاعيب مخضرم والكلام ده. احنا مش عاوزين الكلام ده، احنا عاوزين دم جديد وشباب جديد. وطبعا كله بيجري ورا الفلوس، وانت يا مستر كامل ما شاء الله ربنا يبارك لك، اللي انت مش مخلي النادي محتاج حاجه، واي حد بيطلب حاجه بتديها له. فاتمنى ان انت تختار اللعيب السوبر واللعيب الجاهز، مش اللعيب المبطل ويجي في صفوف النادي المصري. مش هيديك نص موسم، هيديك ربع موسم، ولو اعطاك الموسم هيبقى اغلبيه الموسم اصابات، لانه خلاص عدى السن وبيعمل احمال زياده على اساس يبقى في الفورمه. فاتمنى مستر كامل اللي انت تبص بعين بقى اللي انت بتحب النادي المصري، واللي انت عاوز النادي المصري ياخد بطوله، يبقى في دم جديد بالشباب، دم جديد بالشباب. الشباب في شباب وخبره، يعني ليه يزيد سنهم 23 سنه، 24 سنه، 25 سنه، 28 سنه، لكن 30 سنه، 31 و32 الكلام دوت بيلعب دلوقتي درجه ثانيه، درجه ثالثه، درجه رابعه. فيا ريت يا ريت يا ريت انت رجعت الكابتن ميمي تاني قطاع الناشئين. انا كنت اتمنى ان الكابتن ميمي ما يرجعش قطاع الناشئين، لان قطاع الناشئين مليان مواهب، بس للاسف المجاملات والطبطبه والحنيه مع اولياء الامور والمجاملات الزياده هي اللي مضيعه اللعيبه الكويسه. يا مستر كامل يا ريت في كابتن عبد الله درويش يا ريت يمسك الاداره الكامله الفنيه لقطاع الناشئين، هتلاقي على الاقل 5-6 لاعبين كل موسم من الناشئين. انت عندك ناشئين زي الفل بيطلعوا بره بيكسروا الدنيا، بيطلعوا بره بيلعبوا في انديه بيبانوا، بدل ما يبقى عندك ببلاش هتشتريهم بالملايين. فانت عندك بورسعيد ولاده وعندها لعيبه كتير كويسه، والناشئين عندك مش شرط ناشئين النادي المصري بس، في ناشئين نادي المريخ، ناشئين نادي الرباط، ناشئين نادي بورفؤاد. الانديه الصغيره دي او الانديه اللي ما فيهاش ماديات تقدر اللي انت تبص وتقدر اللي انت تكتشف واللي انت تجيب مواهب جميله صغيره. واكم كان في مواهب، وواحد زي الكابتن ميمي قتلها وموتها، ويطلع في الاعلام يقول لك انا عندي وعندي وببعت للفريق الاول. فين يا كابتن؟ انت مسكت الفريق الاول 3 شهور ما طلعتش لاعب بس ناشئ. فكله كلام في كلام في كلام. اتمنى مستر كامل ابو علي يبص لقطاع الناشئين، عشان قطاع الناشئين ده هو ده المستقبل بتاع بورسعيد. ويا ريت تبص لكابتن عبد الله درويش
وتمسح اللي فات. كابتن عبد الله درويش كان ماسك ومشى في لغز كده احنا مش فاهمينه، فاكيد طهقوه وزهقوه لغايه لما مشى. فاتمنى تبص لقطاع الناشئين. لو انت بصيت لقطاع الناشئين هتلاقي الفريق الاول بتاعك زي الفل، على اساس اي مركز ناقص هتلاقي ناشئ يطلع يكسر الدنيا ويبقى كويس، وكمان ما تدفعش فيه فلوس ويكون من النادي بتاعك. يا ريت يبقى في لجنه فنيه تكون تدير القطاع الناشئين وتطلع المواهب وتعمل فرقه، تبقى فرقه اسمها الاحلام. الفرقه ديت ممكن اللي انت لو انت هتستغنى عنهم تعملهم اعاره، اعمل اعارات، تمام، دخل للنادي فلوس بالاعارات دي. ولو اللاعب بان بمستوى جيد مع الفرقه اللي انت اعارته ليها، تمام، تقدر تجيبه ببلاش بتاعك، انت عمال شغال بتاخد فلوس منه، ولو احتاجته هتلاقيه في اي وقت. يا ريت يبقى في لجنه فنيه تمسك الاداره الفنيه وتعمل فريق مكون من جميع العناصر المميزه، تمام، تطلع بيها وتعمل اعارات ويبقى في مكتب تسويق على اعلى مستوى. انا مش هقول لك على التسويق يا مستر كامل، انت بسم الله ما شاء الله في التسويق عالمي، فاتمنى تكون في الكوره برضو تسويقك عالمي وتسمع كلام. انا يمكن صغير بس ممكن اكون بقول معلومه تفيدك، زي ما انا بسمع اي حد يتكلم صغير او كبير اخد منه واكتسب منه الخبره. هارد لك للنادي المصري، كنتوا رجاله، واتمنى اتحاد الكوره يبص للحكام، تتمسح حكم زي ده، يتمسح من اللائحه، مش عشان الاهلي يبقى الحكم دوت يحكم جميع الماتشات. اتمنى ان انتوا تبصوا الماتشات المهمه تجيبوا حكام على اعلى مستوى وتجيبوا حكام تمشي بما يرضي الله. الاهلي يستحق الخساره، المصري يستحق الفوز، والمصري يستحق اللي هو يلعب قبل النهائي في كاس مصر، ويستحق ياخد كاس مصر. وان شاء الله باذن الله الموسم الجديد المصري يكسر الدنيا ويكون ما يطلعش من المربع الذهبي، ويكون بينافس على الاول والثاني. والكاس ان شاء الله باذن الله يكون في بورسعيد السنه الجايه، كاس الرابطه وكاس مصر. ومع تحياتي محمد عباس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.